امثال اصلا بتخالف العقيده ومعظمها شرك بالله، زي مثلا كلمه لا يرحم ولا يخلي رحمه ربنا تنزل، كلمه في حد ذاتها ذنب عظيم جدا. هو مين الشخص ده عشان ما يخليش رحمه ربنا تنزل؟ ربنا بيقول ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها، فده مين الشخص ده عشان ما يخليش رحمه ربنا تنزل؟ حاجه تاني برضو فيها مبالغه للثناء، يقول لك من علمني حرفا صرت له عبدا. يا عم اتقي الله، صرت له عبدا المثل اصلا غلط. المثل الحقيقي بيقول من علمني حرفا صنت له عهدا. اي حد كده تعبده زي الهنود، ده في حد ذاته شرك بالله. وفي مثل تاني احنا بنستخدمه اغلبنا كمصريين، يقول لك انا عبد المأمور، برضه عبوديه وشرك بالله. قول انا بحترم نظام الشغل، قول انا بقدر الشغل اللي انا فيه، مش انا عبد المأمور. واحد تاني عشان يتعصب من حاجه يقول لك ده حاجه تاثر العمر. يا سيدي الفاضل، العمر محدود، محدش يقدر يقصره ولا يزوده. ربنا قال فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون. واحد تاني اثناء شغله تقول له قوم صلي، يقول لك لا يا عم ده العمل عباده. والكلمه دي دايما بيقولها اللي مش بيصلي. دي كلمه برضه فيها خطا كبير، العمل مش بديل للعباده. اما ربنا بيقول لك رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله، انما اي عمل بيلهي عن العباده بتاعت ربنا وقسما بالله اساسا ولا ليه اي ثلاثه لازمه. حد تاني لو شاف حد ربنا كرمه يقول لك شوف يا عم رزق القبله على المجانين، ومين اللي بيرزق؟ يبقى انت كده اساءت الادب مع مين. وفي مثل تاني معظم المسلمين فاهمينه غلط، ويقول لك يا عم ساعه لقلبك وساعه لربك، وده بيبقى قصده انك ساعه في العباده وساعه تعصي فيها الله عز وجل، وده خطأ. حديث النبي كان يقصد ان ساعة الايمان فيها قوي وساعة الايمان فيها ضعيف، مش كل شويه ايمانك عالي. وفي مثل بقى بيحرض على قطيعه الرحم، ويقول لك الاقارب عقارب. عملت قطيعه الرحم وذنب كبير بمثل صغير انت ما تعلمش عنه شيء. دنيا ملخبطه مش بتاعت المسلمين. مثل تاني بيدل على الذل والانكسار، يقول لك ان كان لك عند الكلب حاجه قول له يا سيدي وتمسكن لحد ما تتمكن. والاثنين بيدلوا على الذل والانكسار لغير الله عز وجل. الواجب على المسلم انه يطلب حاجته بعزه نفسه وكرامه. واحد قال لك ايه كتر السلام يقل المعرفه، ده خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال لك افشوا السلام بينكم. المفروض المثل الاصلي كتر السلام يجل المعرفه، يعني نخلينا نتعرف اكتر، يبقى في ود ومحبه اكتر. كتر السلام يجل المعرفه مش يقل المعرفه. واخيرا وليس اخيرا اللي وضع الامثال دي واختار بعنايه عشان الامثال دي ضد الدين وضد الاعتقاد الديني. نسال الله السلامه والعافيه. ويا ريت تشارك الفيديو في كل مكان عشان تنفع غيرك وتعرفهم ان بعض الامثال ممكن تخليك تشرك بالله وممكن تخليك تسيء الادب مع الله. فيا ريت تشارك الفيديو في كل مكان وتنفع غيرك. وبس كده، السلام عليكم.